وتحالف وضمن توجهات ورؤية واحدة. وكم كنا نتمنى لو كان اجتماعنا هذا موسعا حيث يشمل باقي التحالفات والمؤسسات والهيئات والقوى في جميع تراب هذا الوطن، ليكون حوارنا سوريا بامتياز. ولأن الشعب السوري شعب ذواق للحرية ولا يرضى بالظلم، فأشرقت من شمال سوريا شمس قوات سوريا الديمقراطية التي حررت مدننا من الظلام والقوى التكفيرية. ولكن يبدو أن ذلك لم يرق لبعض القوى كتركيا التي حالفت مع الإرهاب وشنت الهجمات بشكل مستمر على هذه القوات لإفشال مشروعها الديمقراطي، وكان آخرها مخططات الجيش الاحتلال التركي غزو عفريت مقابل بيع فصائل المعارضة المسلحة في الداخل السوري وتركها لمصيرها المحدود. لكن ما لا تعلمه القوى الإرهابية ومن خلقه التركية إن إرادة السوريين لا تنكسر، وبأن المقاومة ستحرق الاحتلال ودواتها وستحرر قواتنا مناطقنا المحتلة من البراسخ الاحتلال والإرهاب. قبل ما ابدا بس حابه اقول شيء انه نحن طبعا نحن ما لنا لليوم المجموعه اللي اجت من دمشق، لكن وقت مرينا عند سد الفرات وكانوا عم بيقولوا يعني كنت على وشك انه ممكن نغفى، وقالوا انه هي سد الفرات. صدقا انه انا حسيت بالانتعاش كثير، يعني هيك صرت بدي اتفرج وصور هذا السد العظيم اللي نحن سمعنا عنه روايات كثيره انه داعش كانت عم تتحكم فيه، وكثير في يعني شيء كان ممكن يكون يتدمر او ينهدم، مثل ما بعض المدن هي تدمرت وتحررت بفضل جهود يلي صارت هون وجهود قوات سوريا الديمقراطيه. تستحق السلام، سوريا تستحق الحياة. لمجلسكم الموقر نتمنى نجاح مؤتمره الثالث، فأي نجاح في أي جزء من الجغرافيا السورية هو نجاح وطني لكل سوريا في سبيل السلام والحياة، وأنتم تستحقون المحبة والسلام أيضا. وتباصرنا وتناصرنا بالأفكار والآراء بعدها، وأنجزت عبر الأفكار النيرة قوات سوريا الديمقراطية، وانبثق عنها مجلس سوريا الديمقراطي وحمل راية الحرية والنصر في هذه المنطقة، والذي حرر الأراضي من رس الإرهاب داعش. واليوم نطالب المؤتمرين وباختصار أن نكون على قدر المسؤولية، أن نصل إلى حل سياسي يرضي ويرتضى به كافة الشعوب، ولا نقصي به أحدا ولا نعطي فضل لأحد آخر. اليوم نطالب كل من له يد أن يساعدنا في إنجاز مشروعنا الحقيقي، هو السلام والوئام وإنجاز سوريا ديمقراطية حرة لا مركزية. هناك نموذج عشناها على مدى 5 سنوات وأكثر من عمر الثورة السورية، ألا وهي الإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق الشمال السورية، وأخص بالذكر هنا منطقة الجزيرة أو كانتون الجزيرة وأقليم الجزيرة، حيث استطعنا جاهدا وما زلنا وسنعمل في المستقبل أيضا تحت سقف مجلس السوري الديمقراطي المظلة الحقيقية السياسية لكافة السوريين. هذه تجربتنا التي خضناها حتى هذه اللحظة كانت خير مثال لإخوة الشعوب للقوميات الموجودة، إن كانت كردية أو عربية أو سريانية أو تركمانية أو غيرهم، فكانت نموذجا حقيقيا لحل الأزمة السورية في جزء من سوريا ألا وهو شمالها. تعلن بداية الانطلاق إلى الحل السياسي الذي ينبغي أن يؤسس لسوريا المستقبل، سوريا المنتظرة، سوريا الوطن الحقيقي لجميع أبنائها دون أي استثناء، ولجميع مكوناتها أيضا.
التي تشكل حالة غنى حقيقي لهذا البلد العظيم. أيها الأعزاء، إن السعي لبناء نظام ديمقراطي في بلادنا كان لب غايتنا منذ سنوات، وكنا وما زلنا نراه أنه الحل المثالي لمشاكل بلادنا الغالية. نتمنى أن ننجح جميعا في إرساء دعائم نظام ديمقراطي، وإن شعبنا السوري قادر على ذلك ويستحقه أيضا، خصوصا عندما تتضافر جميع الجهود في هذا الاتجاه. أرجو بمؤتمركم هذا النجاح، يعني تحت نصيحة الشيخ ضراب بدنا ما نطول كثير لأنه مشان الغداء ما يبرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك كما الآن نرى تضحية المئات من الشهداء المقاتلين والمدنيين في هذه المقاومة، ورغم الصعوبات وقلة الإمكانيات الخدمية والصحية، لا زال أهالي الكرامة والشرف أهالي عفرين صامدون بمخيمات الشهداء أمام باب عفرين، وهم بثقة تامة بأنهم سيرجعون إلى ديارهم وترابهم، فإن شاء من شاء وأبى من أبى. راجعون راجعون راجعون. ونحن الآن مجتمعون في هذا المؤتمر تحت شعار نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية، وهذا دليل على وحدة الشعوب وسلام سوريا. عاشت الأمة الديمقراطية، عاشت قوة الشعوب، عاشت مقاومة العصر العفرين. النصر أما النصر أما النصر. الأمر الذي سيجد حتما استجابة لدى كل القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية، بما يؤكد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية واسعة تتصدى للوظيفة المستقبلية لها في صناعة العقد الاجتماعي الجديد، وتتصدى لاستحقاقات مستقبل سوريا الديمقراطية. نشكر لكم دعوتكم لحضور مؤتمركم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافكم. ومن يراقب المشهد السوري يلاحظ ظهور عقبات جديدة في وجه حل الأزمة. فبعد أن تم تحرير أغلب المناطق من سيطرة الإرهاب وانهيار خرافة داعش، قامت تركيا باحتلال جزء من الأراضي السورية، إضافة إلى خطر التغيير الديموغرافي الذي يهدد السلم الأهلي والعيش المشترك في سوريا، وإقصاء أطراف مهمة في المعادلة السورية على المشاركة في المؤتمرات الدولية لحل الأزمة.